سورة الفلق هي سورة مكية، عدد آياتها 5، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم لتكون علاجا ورقية وقائية من شر الحاسد والساحر والمخلوق. فيها أمر من الله للنبي وأمته من بعده أن يستعيذوا به من شرور مخاوف الليل والسحر والحسد. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك أعظم ما تعوذ به المتعوذون؟ قل أعوذ برب الفلق. رواه النسائي وصححه الألباني. وكان إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه ثم قرأ: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم نفث فيهما ومسح بهما ما استطاع من جسده. فعل ذلك 3 مرات كل ليلة، وإذا اشتكت نفسه قرأ بهن ثم نفث. رواه البخاري. سورة الفلق تعلمك أن الخوف يعالج بالإيمان لا بالفزع، وأن الحسد والظلم لا يدفع إلا بالاستعاذة بالله. فإذا أردت رقية تحصن بها نفسك وأهلك وبيتك فلا تغفل عن تلاوة سورة الفلق كل صباح ومساء. نلتقي في فيديو جديد إن شاء الله.